السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف بالوصف التفصيلي على طريقة ترتيب القنوات على أجهزة سان بلس، وهدي مثال النهاردة بريسيفر مشهور جدا في السوق المصري وهو ريسيفر سكوب. هنعرف ازاي دلوقتي نرتب القنوات كالمحترفين. باجي هنا من القائمة الرئيسية وبضغط زرار منيو اللي هو الزرار الخاص بالقوائم. بضغط على منيو بتظهر لي قائمة زي دي بالظبط. بالسهم اليمين بتجه لحاجة اسمها تي في، وبعدين بضغط على زرار اوكي. بعد كده بتظهر لي القائمة دي. باجي على القائمة الأولى وهي إدارة القنوات، بضغط عليها اوكي. بتظهر لي هنا قائمة قنوات الريسيفر زي ما حضراتكم شايفين. تمام، باجي هنا مثلا على القنوات الأولى. هنفترض مثلا ادي قنوات عندي، عايز مثلا قنوات السعودية قرآن والسعودية سنة ومثلا الفتح سنة، عايز انقلهم. بعمل ايه؟ بضغط اوكي. ايه اللي ظهر هنا؟ هلاقي هنا ان في علامة صح ظهرت جنب القناة. عايز قناة السعودية سنة، عايز مثلا قناة الفتح، عايز اي قنوات مثلا قنوات الكتاب. انا دلوقتي اخترت 4 أو 5 قنوات اي مكان العدد اللي انا عايزه. طيب تمام، هنفترض هنا بقى ان انا عايز انقلهم على سبيل المثال مثلا هنا. بعمل ايه؟ باجي هنا بأضغط على الزرار الاصفر من الريموت كنترول اللي هو زي ما حضراتكم شايفين هنا حرك. بضغط اوكي او على الاخضر، هلاقي هنا ان القنوات زي ما حضراتكم شايفين ظهرت مترتبة: السعودية قرآن، السعودية سنة، الفتح سنة، والكتاب ورا بعض. طيب عايز ارجعهم مكانهم تاني، بسيطة. بضغط هنا اوكي وهنا اوكي مثلا وهنا اوكي مثلا وهنا اوكي مثلا. عايز الاربع قنوات دول، بسيطة. برجع عن مكان تاني اللي هو وليكن المكان هنا، وبعدين بضغط على الزرار الاصفر تاني، هلاقي ان هما اترتبوا ورا بعض. طيب عايز اخرج من القايمة دي، بعمل ايه؟ في زرار اكزit على الجنب، بضغط عليه. بيقول لي هنا حفظ البيانات. تمام، وانتظر لما يخلص. بخرج من القايمة، هلاقي ان القنوات ظهرت زي ما هي من بعد رقم 5 زي ما حضراتكم شايفين. ادي هنا 5 و6 و7 و8. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا لمتابعة حضراتكم.